هيا وينكم على سلامتكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. اتوحشتكم صدقوني. كي نتعود كل يوم نهبط لكم فيديو، نهار اللي ما نهبطش فيديو يظهر لي عندي برشا عليكم. حسيلو ذي قيوتي حضرته كعبة جاتوه كعبة دقلة كيما قاعدين تشوفوا. شربتهم والحمد لله يا ربي. وجيت حليت التلفزة قلت هكا باش نعاود المسلسل، وأنا الحقيقة مش خاطر باش نعاود المسلسل هكاهو، خاطرني عندي جلبانة مش مفصصها، وأنا من الناس اللي ما نحبش نفصص الجلبانة، أما ما عندي ما نعمل. هاو كنوري فيكم قلت لكم شوف القرن كعبة جويدة وكعبة خشينة وفارغ. ذي المسلسل نتفرج على نسمة، نعاود المسلسل قلت لكم الغدوة. الجلبانة صدقوني ب6000 الكيلو. شوفوا قداش عملت قشور، وانا اكثر من شطر فصلت وما حصلتش يكعب. شوف هاو الكعبة قد الترف ما طري على الاخر، وكعبة شارفة، والقرن تلقاش فيه 4 5 كعبات والباقي فارغ. مش مشكل، حبيت انا نذوقها وكهو الله غالب. مسلسل انا الوقت هذا تلقاوني شريت برشا جلبانة بالكيلوات وطيبت وشبعت بيها وكان جلت وكل شيء. مش مشكلة، كل وقت ووقت وكل عام وقسمه. ان شاء الله هو مازال القدام ربي يطول في عمرنا، تو بقدرة ربي تو ترخص وتو نشري ونعمل كل شيء. الصبر برك، ان شاء الله ربي يرحمنا كهو. هيا جبت الكروان هنا، حطيت الزيت، حطيت كعبتين بصل الخضر، عندي صدر الدجاج قصيته هكاكا طروف كبار شوية، ما نحبهمش يذوبولي في التطيب. آه كملوا معايا الفيديو للاخر وما تندموش، صدقوني ما تندموش. وهذه الوصفة مش تعجبكم برشا وتوليو تعتمدوها ديما ديما وتوليو ما تنسوهاش وتحبوا تطيبوها. هيا صبيت شوية ماء بعد ما عملت تحريكة لك الدجاج في الزيت والبصل باش ما نحرقش الفاح. حطيت ملح، فلفل أكحل، كركم. اليوم باش نطيب رز أزعر، أما بطريقة ما نعرفش تعرفوهاش، يعني الطرق كثرت وما فماش حاجة في الكوجينة. معناها كيش نقول لكم، معناها الكوجينة أسرار وأذواق وكل حد وطريقته، وكل حد كيفاش ياكل، وكل حد كيفاش يحب يطيب، وكل حد ايش يحب ياكل، وكل حد حر في ماكلته في الاخر. هاو الناس الكل اللي يعرف حوايج يوريها الغير واحنا ماشي. هيا شفتوني بعد ما قليتك اللفاحات مع الدجاج، او كصبيت نقولوا نحنا صحيفة جلبانة، وخذيت روس سفناريا جزر. برشا الناس يسألوني يقولوا لي ايش معناها كل حاجة بالتونسي، هاوكا قلت لكم جزر. نجرتهم ونظفتهم وقصيتهم مكعبات مش كبار برشا باش يطيبوا لي مع الجلبانة ومع الدجاج. عملتهم تحريكة مع بعضهم كيما قاعدين تشوفوا. صدقوني باش نطيبوا روز اليوم. هذه الصلصة متاعو، معنا مش صلصة مكبوسة ولا فيها برشا طماطم، لا لا. أوك عملت لهم تحريكة مع بعضهم ومرقت شوية ماء. شفتوا باش مش نطيبوا الجلبانة والدجاج والسفناريا. هاكا هنا مازالوا يطيبوا أمورهم ريقل، مازالوا ما طابوش. هاكا مش جيت نعمل في طلة نذوق في المرق نشوف الأمور. هنا ريحة كعبتين طماطم خضر، على ذاك ما قليتهمش من الأول، هذا قلت لكم باش نعمل روز أزهر، أما لابد نحط له الكعبتين طماطم خضر. واللي ما عندوش طماطم خضرة هاكا من الأول يحط مغرفة طماطم حكة معجونة. قلت لكم ما قليتهمش خاطر مخضر. هنا هاكاك الصوص هذيك قاعدة تطيب، هي مش تجيرة، هي اش نعملوها صوص جارية، خاطر مش نمرقوا بيها للروز. فهمتوني؟ معنا حتى كيف نطيبوا حتى كي يطيب الجلبانة والسفناريا والدجاج يقعد المرق جاري شوية، يعني المرقة اللي تقريبا حشتنا به. هاي جبتك الكريمة الأخرى وصبت فيها الزيت وقصيت البصل جويد ومعها 2 ثوم. والروز هذا حطيت 2 كيسان ونص روز وغسلتهم مرتين باش نحيت الماكلة الحليب متاعهم.
واستقطرتهم، وهاو كدوبكشي ما عملت تحريكة لهاك البصل، صبيت عليه الرز. انا راني قليل في اني نطيب الرز في الكسكاس مفور، وما نصمتوش زاده. انا الاكثريه نطيب بالطريقه هذه، خاطر طريقه تعجبني وما تاخوش برشا وقت زاده. صدقوني شفتوا كيف تطيبوا الرز بالطريقه هذه والصوص حاضره، ما يقعدلكمش درجه ونص، درجين لماكسيموم اذا كان قعد برشا يطيب. هاكا كيما نقولوا نقلي فك الروز، فك شويه زيت وبصل وسنين ثوم، هاك الريحه فايحه تهبل تهبل. وماذا بيكم ديما عينيكم على الغاز وما تخليوش يغلي تمشيو تخليوه. معناها هاو كان حركته قاعده نشوف فيه هكا نقولوا قليناه، ما فماش طريقه اخرى، قليناه باش حتى كي نمرقولو ما يلصقش في بعضه الرز. هاكا كل مره نشوفوا طريقه ونلوجوا على طريقه ونستنبطوا طريقه ونحاولوا نلقاو طريقه لصغارنا باش ياكلوا لنا الخضره زاده، بالاخص فيها الشتاء. ديما نقول لكم شفتوا تو كيفاش انا ما حبيتش نسرع الفيديو، ولا راو في لحظه ما قليته ومرقته، قلت خليكم تشوفوا يعني بالباهي. انا راني منقصه في الغاز في النار، يعني الكروان ذكي الصغير اللي على اليمين كان نعمل فيه ابرج بطاطا، نصمد فيهم شطر سمطان خاطر بعدش نقليهم ونزين بيهم الرز من فوق. وتويك هاك الخضره عاد طابت والدجاج، مش نبدا نحاول نهز الخضره مع المرق، ويلزم الرز هذاك نغمه تقريبا سنتي ونص او اكثر شويه. واللي حتى مره ما طيب بالطريقه هذه يغم الرز، نقولوا احنا سنتي سنتي ونص، وينقص في الغاز وغطيوه مع دريج هكاك تقريبا، هانكم عينكم عليه، وبعدين حركوه وشوفوه. كان لقيتوه مازال ما طابش زيدوا امرقولولوش واحده اخرى. فهمتوني؟ انا قاعد هاكا نحاول هزك الجلبانه والسفناريه والدجاج، ومش بالضروره تقعدوا تحركوا برشا. انا هاكا قاعده نحكي لكم ونفسر لكم، انا قلت لكم متعوده، انا طريقتي نطيب بالطريقه، انا معناها انا نطيب بالطريقه هذه، معناها هذه طريقتي. انا تو قاعده نشوف في نحرك فيه، يعني نشوف اللي نزيدوا مرق ولا لا. فهمتوني؟ قد انا وليت نعرف كي نمرق له يزيه ولا ما يزيهش، يعني نعاود نمرق له مره اخرى ولا لا. اما انتم اللي اول مره ماشي طيب، انا نقول لكم ونعاود لكم، يمرق المره الاولى بالكدا كيما قاعدين تشوفوا، وبعد دريج هكاك شوفوا حركوه شوفوه، كان طلع مازال ما طابش بالباهي زيدوا شي مرق اخرى. راني مانيش مكرر ونعاود، راني مانيش نقلق فيكم. شوفوا كعيبه كعيبه ما شاء الله. انا هنا ما عبيتوش، راني في صحنات وريتكم واكهو، خاطر مش نوريكم وصفه اخرى. شوف ماذا بيكم زاد المعون اللي طيبوا فيه ما يكونش يلصق، تويك انا باش نغطيه وش نخليها على جنب. والى هنا يوفى الفيديو متاع الرؤوس. هانكم بعد تعبيوا على رواحكم وزينوا. جيت لهنا لك عابر اليوم اسمهم من بنادق الدجاج اللي وريتهم لكم كل مره وقلت لكم هاو ثلجتهم. بالطبيعه متى بني شريت جلبانه والجلبانه غاليه يلزمني نستغلها، عملت بيها فطور وعشاء. حسيلو عملت الرز بالدجاج والسفناريه والجلبانه. هنا في الليل عملت طريفونه شوربه مش برشا، خاطر ما عندي شكون يحب ياخذ شوربه، ومش نطيب هنا المرقه بالبنادق تاع الدجاج، بالكعابر تاع الدجاج، بالجلبانه. حطيت كعبه بصل الخضراء، صبيت الزيت بالطبيعه ديما هك التحريكه التقليه متاع البصل. برشا الناس ما تقليش، وانا ما نجمش ناكل ماكله مش مقليه، ما تعجبنيش سبحان الله. هاو هذوما الصحين اللي شفتوه طلعتوا قبل تقريبا بربع ساعه كيما كاكا من الفريقو، مسيبين من بعضهم. هاوش تشوفهم كيفاش. شوف ماني قلت لكم وقتها كنت تذكروش ولا اللي تفرجت، عملت صحين مرقيز وصحين كعابر اللي احنا في تونس سميهم بنادق.
فما اللي يحب يعمل باللحم وانا عامله بالدجاج. وديما نقول لكم اذا كان حوايج لقيتوني نقول لكم ونكرر، راني مفهم في الناس اللي ما تفرجتش في الفيديو السابق او اللي ما عندهاش علم جمله، ولا اللي جاو جدد زاده. مرحبا بكم، شرفتوني وانستوني الناس الكل اللي دخلتوا جدد للقناه وعملتوا ابوني وتعملوا في اللايك وتعملوا في الكومنتير. شكرا لكم الناس الكل. نتمنى كل واحد يتفرج يعمل ابوني. راهو فيديو يتفرجوا فيه 1500 و 3000 و 1800 وتلقى فماش ما نعرفش انا 10 كومنتير 15 كومنتير، فماشي حتى مرة اللايك ما وصل حتى ل100 وانت تلقى 3000 متفرج. ما تخسروا شيء، نقول لكم في ميزان حسناتكم. ايا كيما شفتوني صبيتك الكعابر على كاس زيت ولا بصل. بالطبيعة هنا البصل الأخضر ياسر خفيف في ساعة يحمر شوية. عملت تحريكتين لك اللي بندق هذوكم في الزيت ولا بصل، وتوكا حطيت عليهم ملح فلفل أكحل كركم. بالطبيعة باش نزيد شوية فلفل أحمر مش برشا، مانيش حبيتها تطلع حارة. بالطبيعة باش نحط الطماطم في العداء في المرقة بهكا ولا بهكا باش تطلع حمرا، نحب وانا نكره. هذيك شوية هريسة عربي شطان مغرفة ماكلة، وهذية مغرفة مش معبية هاوني طماطم معجونة أكثر شوية من شطر المغرفة متاع الماكلة. طماطم معجونة وشطر مغرفة هريسة عربي مع الملح فلفل أكحل والكركم، ومرقت شوية مسخون ونقلي الكل مع بعضه. شفتوا كل كعبتين ذوك بنادق ما همش برشا ويطيبوا لنا عشانا والحمد لله يا ربي، وتلقاو باش تفوحوا طنجرتكم والامور كل مريقله. محسوبين هما هون مدورهم تقريبا 4 8 تقريبا 12 ولا 13 كعبارة تقريبا. هيا عملت لهم تقلية مع بعضهم، حطيت الجلبانة ومرقت شوية ماء أخرى ومش نخليها تطيب. شنو رايكم؟ عجبكمش الفيديو اليوم ولا عجبتكمش الدبارة اليوم؟ هذاك بصل هاو الطرف كحلة، هذوك بصل هاوش نهزها تو. ماني قلتلكم وانا نقلي في البنادق حمرت البصل خاطر نسيت الغاز محلول شوية بزايد، هاكا مازال البصل. هذيك حابين نقولها الملاحظة. وغطيت على الكربانة وخليتها تطيب على روحها. هاي هنا طبت الجلبانة وقفت على زيتها كيما قاعدين تشوفوا، ماشي نعبيها صحين. وان شاء الله عجبكم الفيديو، وان شاء الله عجبتكم الدبارة الزايدة، وما تنسونيش من الابوني واللايك. وشكرا للناس الكل اللي تفرجت على الفيديو للاخر، وجزاكم الله كل خير ويعطيكم الف صحة وبالسلامة وباي باي.